فهنا من اول سيشن وانا مقرره ان انا عايزه اسمع الستوري كامله. يعني في احيانا كتير فعلا ممكن اقعد عادي، يعني في حالات ممكن اقعد معاها نص ساعه، بس في حالات ممكن اقعد معاها ساعه ونص ساعتين. دي كانت منهم اللي هو انا عايزه افهم فيه ايه. واكتشفت ان هي عندها يا عيني مشاعر كتيره جدا، مشاعر غضب، مشاعر احباط، مشاعر هو اشمعنى انا. طول ما عندنا اراده مفيش حاجه هتوقفنا في بدايه جديده مع رحاب الشناوي. بداية جديدة. يا اهلا وسهلا، وحكايه جديده من حكايات بدايه جديده. حكايه بتخطف قلب اي حد لما يبقى شاب يجيله فجاه سكر، حاجه مناعيه، ومش بس يبقى سكر نوع اول، الاقيها ضغط عالي، تمام، حاجه 20 سنه 28 سنه، وعندها بوليسيستيك اوفيريان سيندروم اللي هو تكيس المبيض. طيب تكيس المبيض ممكن يكون مقاومه انسولين، سكر نوع اول، ماشي، حاجه مناعيه حصلت جوه الجسم فجالها سكر نوع اول. ضغط عالي دي لازم اقف عندها في السن ده. ضغط ايه بقى القصه؟ فهنا من اول سيشن وانا مقرره ان انا عايزه اسمع الستوري كامله. يعني في احيانا كتير فعلا ممكن اقعد عادي، يعني في حالات ممكن اقعد معاها نص ساعه، بس في حالات ممكن اقعد معاها ساعه ونص ساعتين. دي كانت منهم اللي هو انا عايزه افهم فيه ايه. واكتشفت ان هي عندها يا عيني مشاعر كتيره جدا، مشاعر غضب، مشاعر احباط، مشاعر هو اشمعنى انا، هو انا ليه ربنا كده. عارفين انتوا الحاجات دي اللي هو طبيعي اي حد مع كانها، يعني اكيد هي مؤمنه وكل حاجه، بس في السن ده بيبقى عندها كميه التساؤلات الكتيره قوي اللي بتبوظ المشاعر اكتر وتعلي الكورتيزول اكتر وفعلا تعلي الضغط. فطبعا انا كنت متعاطفه معاها جدا. انت لسه شابه صغنطوطه عندك كل الحاجات دي، لا مش هسيبك. وفعلا احنا مع بعض شهرين، كانت جايه 84 وصلت ل 75 كيلو. مش بس كده بقى، انا اخر حاجه ببص فيها الوزن، بس انا عارفه انتوا دايما بتهتموا بالوزن، انا عارفاكم اهم حاجه بالنسبه لكم الوزن. انا بالنسبه لي اخر حاجه تهمني الوزن. انا اول حاجه تهمني الصحه، نفسيتها، هي تبقى عايشه سعيده ومبسوطه، لان احساس السعاده والرضا ده من احلى النعم ومن احلى الحاجات والاحاسيس البني ادم ممكن يحس بيها، ملهاش علاقه بقى بفلوس والكلام الفاضي ده. فالمهم بقى بالنسبه لي ان في الجيرني دي لقت حد قادر يفهمها ويخليها ان هي تعدي المحنه دي، وان بكره ممكن يبقى احسن، وان انا ممكن اتخلص من دواء الضغط، وان انا ممكن احل تكيس المبيض، والسكر النوع اول ممكن اعمل كنترول عليه واقلل الفريكونسي بتاعي، مش لازم احقن نفسي على طول واعيش حياه طبيعيه زي اي حد وما عنديش اي مشكله خالص. كان عندها فتيج اللي هو مجهودها قليل، البرفورمانس بتاعها قليل، الطاقه بتاعتها قليله. اللهم بارك، مامتها مش متخيلين السعاده اللي كانت فيها لما كانت شايفه بنتها قبل ما تبقى معانا وبعد. ليه؟ قبل انسانه تانية محبطه مدمره تماما، اكتئاب، مفيش طاقه، مفيش حد بقى متفائل، حد بقى فيه طاقه، حست ان هي بقت احسن كتير، صحتها بقت احسن كتير، طاقتها بقت احسن كتير، احساس الشبع اتحسن عندها، قرايه السكر بقت احسن، بتنزل في الوزن، الضغط ما عادش فيه، لدرجه ان هي خلاص، يعني هي قلت لها روحي بقى للدكتور عشان تسحبي الدواء ده خالص وتعيشي حياتك بقى ونشوف باقي التحاليل. رساله بقى مهمه جدا لاي حد فيكم بيكتشف شاب او شابه ان انت بقيت سكر نوع اول. صدقني والله العظيم 3 حاسه بيك كويس قوي، وان دي حاجه صعبه جدا وابتلاء صعب قوي، حاسه والله. ولكن فكر ولو حاجه بسيطه كده، لا قدر الله لو ربنا ادانا حاجه مش عارفين لها عليك، هنعمل ايه؟ عارف لو افترضت سيناريو اسوأ من اللي انا فيه، هحس قد ايه ربنا بيبتليك ابتلاء، بس والله العظيم 3 عشان يشوفك هتعمل ايه. والله ده ممكن هيبقى في ميزان حسناتك ان انت تفهم الابتلاء ده وتقف معاه، مش اللي هو ليه انا، طب اشمعنى، مش عارف ايه. الحمد لله في علاج، في حاجه اقدر اسيطر عليها والدنيا تمشي وتبقى تمام. في ناس بتقعد تلف على دكاتره مش عارفه عندها ايه، هو انا ما بنامش ليه، هو انا طاقتي قليله ليه، هو انا مش عارف ايه، ما بيبقاش عارف السبب ايه. انت شاب او انت شابه، اكيد المشاعر دي مش هتبقى عندكم بنسبه 100% ان هو الحمد لله، بس صدقيني لو انت حسيتي من جواكي الحمد لله هتقوليها على لسانك، لان قلبك اللي هيتكلم، فهتقوليها على لسانك. الحمد لله في كل حاجه بتجيلنا، لان احنا فعلا في الدنيا دي احنا موجودين عشان نبتلى،
مش لازم نبتلى بحاجه وحشه برضه عشان تبقي فاهمه، ممكن نبتلى بحاجه كويسه، بس احنا هنتصرف ازاي مع الكويس ومع الوحش. فلو اي حد فيكم اتخبط في اي حاجه خلته بقى بياخد ادويه معينه او ابتلاء معين، خليك قده، وصدقني ربنا سبحانه وتعالى هو حاسس بيك وسامعك كويس قوي، وعمره عمره عمره ما هيسيبك ولا هيتخلى عليك، بس هو هيشوف ايمانك عامل ايه. فخليك قدها، هتعدي منها بامر الله. وصلت؟